أصدقاء قناة تليفونكو، أهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. النهاردة هنقدم لكم حل لمشكلة تخطي حساب جوجل لأجهزة سامسونج الحديثة. طبعا حضراتكم عارفين إن الحماية دي بتتغير كل 6 شهور، والثغرة اللي بنتخطى بيها الحساب بتتغير مع كل حماية جديدة. الثغرة بتاعة الفيديو بتاعنا النهاردة هي آخر ثغرة نزلت لآخر حماية لل A10 وال A10s و20 و20s و30 و30s وكل أجهزة سامسونج الحديثة لحماية شهر 6. بس قبل ما نخش في تفاصيل الفيديو في الطريقة اللي هنتخطى بيها الحساب، يا ريت حضراتكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا، ويا ريت نعمل لايك للفيديو ده علشان يوصل لكل اصدقائنا. وبرضو اللي عنده اي مشكلة يكتب لنا في الكومنتات واحنا ان شاء الله نقوم بحل المشكلة. ويلا بينا مع بعض ندخل في التفاصيل. نقوم كده بأصدقائي بتحميل برنامج سهل خالص وبسيط. هسيب لكم الرابط بتاعه أسفل الفيديو، سام فيرم. البرنامج ده سهل وبسيط، سهل استخدامه زي ما حضراتكم شايفين. نقوم بتشغيله على جهاز الكمبيوتر زي ما حضراتكم شايفين. هذا البرنامج مستخدم لدخول لدخول الهاتف إلى المتصفح. نقوم بتوصيل الهاتف بوصلة USB. طبعا هنا الكمبيوتر اتعرف على الجهاز. لازم الكمبيوتر يتعرف على الجهاز علشان يقوم بالاتصال معنا. بعد تحميل هذا البرنامج وهذه الواجهة نقوم بالضغط على اندرويد تولز، نقوم بالضغط على FRB، ونقوم بالضغط على نختار هنا هذا الخيار Open in YouTube، ونقوم بالضغط على Auto Pay Pass. نقوم شايفين حضراتكم كده هنا الجهاز عندي، نضغط على عرض زي ما حضراتكم شايفين. هنا بفتح على المتصفح بهذا الشكل، نضغط على VN Room زي ما حضراتكم شايفين كده. نختار اول خيار، نفتح هنا مع بعض، نضغط سماح، نفتح جالاكسي ستور بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. معلش يا جماعة الفيديو طويل شوية، لكن سامحونا علشان بس نقدر نوصل لحل مع بعض. نضغط على اغلاق العرض، نقوم هنا في البحث عن SQ Launcher Themes. هذا التطبيق SQ Launcher Themes. نقوم بفتح التطبيق، نقوم هنا بتنزيل التطبيق. في البداية طبعا حضراتكم هيطلب منك حساب سامسونج اكونت، تقوم بادخال سامسونج اكونت على جهاز اخر، يكون معاك جهاز تاني عليه سامسونج اكونت. هيجيلكوا في التفاصيل في الشرح.
في باقي الفيديو هتوصل للمرحلة دي. بعد ما توصل للمرحلة دي نجيب جهاز آخر ونقوم بإدخال سامسونج أكاونت، ونقوم بتحميل برنامج ندخل إلى الضبط، حسابات ونسخ احتياطي، نسخ احتياطي واستعادة، ثم نقوم بعمل نسخ احتياطي للبيانات الهاتف، اللي هو زي ما اتفقنا ان الهاتف لازم يكون شغال مفتوح مش عليه اي حسابات، سامسونج اكاونت فقط، نسخ احتياطي واستعادة الضبط، نسخ استخدام سامسونج اكاونت. زي ما قلت لحضراتكم لازم يكون نفس الحساب اللي على الجهاز. طبعا ننتظر، هنا بيعمل تحديث، تم التثبيت، نسخ البيانات احتياطيا. احنا عايزين التطبيقات فقط، عايزين نسخ التطبيقات فقط، مش عايزين اي حاجة تاني غير تطبيقات فقط. نلغي كل حاجة ونعمل نسخ احتياطي للتطبيقات. نسخ احتياطي الآن، جاري نسخ البيانات زي ما حضراتكم شايفين. زي ما اتفقنا لازم الحساب اللي على الجهاز المفتوح لازم يكون سامسونج اكاونت، هو نفس الحساب اللي احنا هنكتبه على الجهاز اللي احنا هنقوم بفكه. كده احنا عملنا نسخ احتياطية. نرجع بقى للجهاز المقفول تاني مع بعض. رجعنا لكم تاني اصدقائي بعد ما حملنا التطبيق على الجهاز الاخر. ندخل على هذا الهاتف زي ما قلت لحضراتكم. هندخل هنا على الضبط، واحنا هناك عملنا نسخ احتياطي. هنا هنحط نفس الحساب في سامسونج اكاونت زي ما حضراتكم شايفين، ادارة الحسابات. نقوم هنا بادخال حساب سامسونج اكاونت اخر. سامسونج اكاونت في هذا الجهاز لابد ان يكون هو نفسه الحساب المكتوب في سامسونج اكاونت في الجهاز المفتوح. هنكتب هنا الحساب مع بعض. استعادة البيانات، جاري تحديث. بعد فتح الجهاز، طبعا هنا ده الجهاز المقفول وده الجهاز المفتوح، نقوم باختيار الجهاز المفتوح. زي ما حضراتكم شايفين هنا جاب معايا التطبيقات. نفتح